إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقل اعملوا. قال ربنا عز وجل في الآية الخامسة بعد 100 الأولى من سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية ترشدنا إلى استثمار أعمارنا، إلى استثمار أوقاتنا. أعمارنا أوقاتنا، أوقاتنا أعمارنا. وحياة الإنسان قصيرة ولو طالت، فالحياة في جملتها أقصر من أن نقصر جميعا بشهيق أو زفير، فكلنا إلى ذلك المصير. حياتنا تنتهي بالموت. ربنا في سورة الملك يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بدأ بذكر الموت قبل الحياة لتظل نصب أعيننا، فكلنا إلى ذلك المصير. الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت علمي بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للناس سوى الفردوس إن عملوا، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. هذه الآية تجعلنا نفكر في موازين العمل، فكلنا مطالب بالعمل. وقل اعملوا. موازين العمل منها الميزان الأول شكر المنعم جل جلاله على النعم التي حابانا بها. لا يمكن أن نعمل إلا بهذه النعم. نعمل بالأيدي، بالأرجل، باللسان، بالعقل، بالمال. جميع النعم التي نعرفها والتي لا نعرفها، هذه النعم مصدرها الله. الميزان الأول هو أن نعترف بأن هذه النعم من الله، من المنعم جل جلاله، فنؤدي واجب الشكر. لذلك نقرأ في آيات كثيرة حديثا عن هذه النعم وعن واجب الشكر على سبيل التمثيل. قال ربنا عز وجل في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ذكرها مفردة. لما؟ لأنها تتجدد في حياة الإنسان. فنعمة البصر مثلا نعمة متجددة وتستحق الشكر الدائم. ربنا يرشدنا إلى أن نكون من الشاكرين، وقال: وسيجزي الله الشاكرين
وقليل من عبادي الشكور. الميزان الثاني أن نستثمر النعم فيما يرضي المنعم جل جلاله. أعطانا الله عز وجل الصحة، فالصحة نعمة جليلة جميلة، لابد أن نحقق هذا الميزان باستثمار الصحة فيما يرضي الله جل جلاله. أعطانا الله المال نعمة من نعم الله، لابد أن يستثمر هذا المال فيما يرضي الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح. أعطانا الله العلم والفكر والرأي، جميع النعم لابد أن نستثمرها فيما يرضي المنعم جل جلاله. الميزان الثالث أن يكون عملنا للدارين، للدنيا وللآخرة. هذا ميزان ورد في القرآن في عديد الآيات، منها قول الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لابد أن نعمل للآخرة ونتزود بالعبادات والطاعات والقربات والباقيات الصالحات، وفي الوقت نفسه لابد أن نعمر هذه الدنيا ولا نفسدها، نعمرها فتنتشر الهمم في جميع مجالات الدنيا من أجل العمار لا الدمار. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. يأتي الميزان الرابع وهو ميزان إتقان العمل. أمرنا بالعمل وأمرنا بإتقانه، والأدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بدأنا بها: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. أول من يطلع على أعمالنا للدنيا أو للآخرة الله جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى، فقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إتقان العمل مطلوب في جميع المجالات. إتقان العمل في العبادات، وأنتم تعرفون في حديث عمر بن الخطاب الإحسان، حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ثم يأتي الميزان الأخير وهو أن يكون العمل لله، أن يكون خالصا لله، فالخلاص في الإخلاص. لا بد من حضور النية، والآية كثيرة، أكتفي بذكر قوله تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرم عليك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. اللهم أكبر الله أكبر، لا إله إلا
استووا استقيموا رحمكم الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.